شحال من وحدة عطاتها الدنيا كلشي، الزين، القوام والقبول، ولكن الطمع كيعمي البصيرة. الجمال في بلاصة ما يكون نعمة كيولي أكبر نقمة كتحرق مولاها وتطفي شمعته. هذه قصة ابتسام، البنت اللي كان كلشي كيحسدها على زينها، حتى دارت الغلطة اللي بدلت ملامح حياتها ومسحات ديك الابتسامة من وجهها للأبد. يا للأسف. ابتسام بنت في العشرينات من عمرها، تبارك الله فيما مشات كتلفت الأنظار وكتجر العينين ليها. كانت طويلة، فورمتها حوتة ومنحوتة ومتناسقة، وجهها مدور ومنور، وعينيها كبار كحلين بلا كحل. كانت بنت موديرن بزاف، متبعة الموضة وكتعشق الأناقة. لبسها ديما لاصق عليها وكيبين جمالها والقوام ديالها الفتان، وريحتها الغالية كتقلب البلاصة قبل ما تخطي فيها خطوة واحدة. ولكن ما بينها وبين الدين غير الخير والإحسان. الصلاة والالتزام كانوا بعاد بزاف على التفكير ديالها وعلى اليوميات ديالها. حياتها كلها كانت متمحورة حول المظهر والشو. هاد اللبسة شحال دايرة، وهاد الصاك من اينا مارك، وكيفاش تبان ديما هي الطوب وهي الملكة في عينين ديال الناس وديال صحاباتها. ابتسام السهولة وبلا مجهود كبير. الصالير ديالها كان كيوصل ل 8000 درهم في الشهر، وزيد عليها لي كوميسيو او العمولات ديال المبيعات اللي كانت كتجيبهم. لأي بنت في سنها وعايشة مع أمها في دارهم، يعني ما كاين لا كرا لا مصاريف ديال الماء والضو، حيت أمها كانت هازة كلشي. 8000 درهم غتعيشها ملكة ومبرعة، غتشيط منها وتوفر. ولكن ابتسام ما كانش كيقنعها هادشي بمرة. كانت كتشوف البنات والمؤثرات في انستغرام عايشين في بلايص يعني غاليين، لي سبوت الهاي، عايشين في البذخ والسفر والرفاهية، هذاك الشيء ديال التفرقيع والعالمية. وكتنعل هذيك 8000 درهم اللي كتقاتل عليها شهر كامل، وطار ليها في السيمانه الاولى غير على المكياج الصالونات واللبس، واللي شاطت لها شي بركه كتعاون بها الام ديالها. في الشركه ديال التامين ابتسام كانت هي النجمه المضويه. الرجال والمدراء وحتى الكليان ديما باغيين يقربوا منها ويتوددوا ليها. كاين اللي باغي غير يجر معها الهضره ويسمع صوتها، وكاين اللي كيتفشش عليها باش يسيني السيرفيس. هذا الدلال والاهتمام خلى البنات اللي خدامين معاه في الشركه ياكلهم السم والحسد والغيره. وعلى رأس هاد البنات كانت واحد الحرباية سميتها تورية. تورية كانت على النقيض تماما من ابتسام، بنت ملامحها عادية، كتقاتل وتجري النهار كامل باش الله تسيني واحد الكونطرا. قد ما ابتسام كتسيني كونطرا مع الكليان بالظرافة وبالجمال ديالها وبالخدمة ديالها، خاصنا ما نكروش ان ابتسام انها كدير مجهود، وهذا المجهود يحترم لها. تورية كان كياكل قلبها الحسد والغيرة من جهة ابتسام، وكتشوف باللي الجمال ديال ابتسام هو السلاح اللي كتاكل به الخبز وتاخد به العمولات، وماشي الكفاءة ولا تمارة. وكانت تورية كتشوف راسها كفءة وتهي قارية، وبلا في المستويات الدراسية ديالها كاملة كتنجح بمونسيو. داكشي علاش كانت تورية ديما حاضية بنظرات مسمومة، عينيها ديما حاطين على ابتسام، فيهم واحد الغيرة والحقد، وديما حاضية مع التفاصيل ديالها، اش كتلبس، شنو كتاكل، كيفاش كتشوف، كيفاش كتضحك، التسريحة ديال الشعر، حتى من التليفون وقت هزاتو كتلقى عينيها عليها. بالك كثر من هادشي، كتسنى غير الغلطة فين طيح ابتسام باش تصفي عليها وطيرها من الخدمة.
من ناحية أخرى الحاجة الوحيدة اللي كانت كتخفف على ابتسام وكتلقى فيها راحتها هي صاحبتها الروح بالروح، سناء. سناء كانت صاحبتها من أيام الجامعة، مدوزين مع بعضياتهم الخز والفقر. سناء كذلك هي من أسرة فقيرة. هاد جوج عارفين على بعضياتهم الشادة والفادة ومخبين أسرار بعضياتهم كاملة. من أيام لافاك وهما دايرين الزلالة، ما خلاو حتى قنت أو مطعم ومقهى في المغرب ما مشاوش ليه. مجربين كاع أنواع صاحب والتمثيل للدراري باش يتبرعوا ويخسروا عليهم الفلوس. سناء كانت هي الصندوق الأسود ديال ابتسام، والوحيدة اللي عارفة الحقيقة اللي في قلبها أن ابتسام ما بغاش راجل يتزوج بها على ود الحب والرومانسية، ولكن سناء عارفة بلي ابتسام بغا راجل شبعان فلوس وقارون ديال المال، يخرجها بمرة من الطبقة المتوسطة للطبقة الثراء الفاحش والطيارات والفيلات. واحد النهار ابتسام غادا جلس مع صاحبتها سناء في واحد القهوة غالية وراقية، وغتشوف فيها بثقة وغتقول لها: شوف يا سناء، انا عييت وما بقيتش قاد على هاد التمارة والجري ديال 8000 درهم. يلاه كتمشي ليا في ليسانس ديال الطوموبيل والكريدي ديالها، ويلاه كنلبس منها وناكل. هاد الزين ديالي والقوام ديالي كيمشي اختي غا هباء منثورا. ضروري اختي خصني نبدل الخطة ونشوف شنو ندير راسي. انا اختي غنمشي للمصايد الكبار فين كاين الحوت الغليظ والفلوس صحيحة. وما كانش عارفة ابتسام بلي هذه كانت هي الخطوة الأولى وبداية الطريق اللي غتمشي فيها نيشان نحو الجحيم والندم اللي غيغير حياتها للأبد. إلا وصلتي معنا لهنايا ما تنساش دير لنا متابعة وضغط على زر الإعجاب باش يوصلك الجديد ديال القصص ديالنا. نكملوا على بركة الله الجزء الموالي. الخطوة الأولى في ترقيع الأحلام ديما كتحتاج رأس المال، وابتسام كانت عارفة بلي باش تصيد الحوت الغليظ خاصها هي براسها تبان غالية. الطعم خاص يكون كيشعل باش الفلوس تعمي وتطيح الضحية في الشبكة بلا ما تفكر. ومن هنا غتبدا الخطة الملعونة. ابتسام بدات في تنفيذ الخطة ديالها، مشات نيشان لواحد البركة كانت جمعاتها وتقاتلت عليها شهور باش وسنين باش تجمعها، حيت ابتسام كتموت على خسر الفلوس. فبزز باش تجمعات لها واحد البركة ديال 25,000 درهم، تقريبا 2,500,000 سنتيم. هاد الفلوس بالنسبة لبنت بحالها كانت هي مجرد لا شيء، ولكن في بالها هاد المرة كانت هي الاستثمار الأكبر. تكلفت هي وصاحبتها سناء بدويرة على المحلات ديال الماركات والصالونات الكبار والماكياج الغالي واللبس اللي كيبين المفاتن وأناقة العيالات الهاي. ردت راسها لوحة فنية متحركة، صبغات الشعر، قادة الظفار، وجمعت اللبس ديال السهرات والمطاعم الفاخرة. سناء كانت معها خطوة بخطوة، حتى هي كانت باغا دير يدها في الهمزة وتلقى حوتة حتى هي تاكل منها الخبز. بدات الرحلة ديال بصح، ما بقاش ابتسام وصاحبتها سناء كيجلسوا في المقاهي العادية او حدا الخدمة، وجهوا التوجه ديالهم نحو لي سبوت الواعرين ولي بواط اللي ما كيدخل لهم غير اللي يجيبوا عامر وكيفرتك الملايين في ليلة وحدة. تنقلوا بين المدن بحال كازا في عين دياب والمعاريف، ومشاو لمراكش لجهة الهيفرناج وفيلاتها، وهبطوا لأكادير المارينا، وفي الصيف ما خلاو قنت في مارتيل والمطاعم اللي كطلع على البحر. فيما مشاو ابتسام كانت هي النجمة اللي كتخطف الضوء، وبحكم الجمال ديالها الطاغي وجسمها الجذاب الرجال كانوا كيتهافتوا عليها غير باش تجلس معاهم. العشاء، الشراب والنشاط كان ديما كيجيهم فابور. الرجال كيتسابقوا شكون يخلص الطابلة على ابتسام وصاحبتها، ولكن ابتسام ما كانتش غبية، كانت كتلعبها بنت الناس ومثقفة، وكتخشي الهضرة بذكاء باش جبد ليهم لسان وتعرف السيفي ديال كل واحد. كانت عندها قاعدة صارمة اللي هي الفلتراج. إلا لقات الراجل غير موظف أو إطار في شركة بصالير وخا يبان ليها لابس مزيان كتسوسو بمرة وتقطع معاه الهضرة بالخف. أما إلا بان ليها الراجل شبعان فلوس وعنده الشركات أو البيزنس كتدوز المرحلة الثانية من الخطة، كتدرس العقلية ديالو. واش هاد الراجل باغي غير يقصر
باينة فيه من راسو حتى رجليه، السيرفيس، اللبس، المشية وحتى الريحة اللي سابقاه. أول ما دخل المطعم وقف وقفة ديال واحد مولف هاد البلايص، سرح عينيه ببطء في المكان كيشوف أجواء. في ديك الثواني القليلة تلاقات الشوفة ديالو مع الشوفة ديال ابتسام ذكاء وأنوثتها ما ضيعاش الفرصة. تلقات لي ديك التبسيمة الساحرة المدوبة، تبسيمة اللي تدير فيها ألف حكاية. طارق بكل بقاء وهدوء تبسم ليه حتى هو، وتبادلوا نظرة سريعة ولكنها كانت كافية باش تشعل الفتيل. في ديك اللحظة بالضبط وفاش كانت نظرات متبادلة، وقف على طارق الجيرو ديال الريستو شخصيا. جا كيجر رجليه وكيلات بالترحيب والاحترام. مرحبا سي طارق، بخير عليك، على سلامتك، ما فخبرناش كاع رجعتي من السفر. تبسم طارق بكل هدوء وقال لي بصوت رزين: الله يسلمك، جيت غير البارح في الليل لدواعي الخدمة. المهم كي غادي الامور هنايا؟ جاوبوا الجيرو والابتسامة عريضة على وجهه. كل شيء اتم ما يرام اسي طارق، الامور غادي ناضية. الا تفضلتي تجلس نجيب لك البينو ديال هاد الشهر، وداكشي اللي وصيتيني عليه كله راه واجد ومقاد. رد عليه طارق وهو كيشير ليه بيدو: واخا ننسانك، جيب لي شي مشروب دابا من فضلك. مشى طارق خطوات وجلس في واحد البلاصه فخمه معزوله خاصه بالفي اي بي، والجيرو براسو بكل قيمته في الريستو هو اللي تكلف بالخدمه ديالو شخصيا وباعلى درجات الادب. هذا المشهد كامل وبالتدقيق المليمتري داز قدام العينين ديال ابتسام وصاحبتها سناء، اللي كانوا متبعين كلشي بحال شي فيلم سينمائي. سناء دارجت ابتسام وعينيها خارجين بالصدمه، وقالت ليها بصوت خافت: شفتي هادشي اللي شفتها صاحبتي؟ شفتي الجيرو كيفاش كيرعد قدامه؟ ابتسام ردت عليها ببروده وثقه، ولكن عينيها كانوا كيحدقوا في طريق بنظرات كل اعجاب وشغف. وقالت لها: ومعلوم شفت، هذا الا ما خفت نكذب راه هو مورشي، هو الهمزه اللي كنت كنقلب عليها. ردت سناء عليها وقالت لها: ولكن ابتسام بان لي راجل كبير شويه في السن، واش غادي تقدري عليه؟ ابتسام كتضحك ضحكه ماكره: السن هذاك راه ماشي راجل شارف سناء، هذاك راه الذهب المرصع بالالماس. شوف غير الهيبه ديالو والوسامه والظرافه اللي في وجهه، هذاك هو الامان اللي كنت كنحلم به ملي كنت صغيره، هذاك غيعوضني على كاع سنوات الفقر وتماره. سناء ردت عليها: والمعمول دابا كيفاش غنقربوا ليه وهو جالس في اي بي والجيرو حاضر؟ ابتسام خمات شويه وتقول لها: تقلي دابا وشوفي صاحبتك اش غادي دير، اللعبه غتبدا من عند الجيرو براسو. ابتسام ما قدرش تزيد الصبر وتضيع الوقت، ناضت من الطابله بكل انوثه، قدت الكسوه الكحله اللاصقه عليها ومشات بخطوات متزنه جهه الجيرو اللي كان عاد سال الخدمه مع طارق ورجع. وقفت عليه ابتسام وبصوت رقيق كله ادب ولا باقه وقالت ليه: اسمح لي يا اخويا غنحط لك، بغيت غير نسولك بليز، شكون هاد السيد المحترم والظريف اللي دخل دابا وجلستيه في اي بي؟ كيبان لي وجهه مألوف بزاف بحال فايته شايفاه. الجيرو دار عندها شاف فيها وفي اناقتها وتبسم ليها وقال لها بكلمه واحده صدمت كاع الحسابات ديالها: هذاك لالا راه الباترون سي طارق مول الريستو، راه عنده سلسله كامله ديال الريستورات. في ديك اللحظه ابتسام حست بقلبها ضرب بقوه، الكلمه طاحت عليها بحال السحر: الباترون. وهادشي علاش كانت كتقلب. رجعت للطابله وعينيها كيشعلوا بالطمع والخطط، وهي تقول في خاطرها: صافي هذا هو الصيد ديالي، وهاد الليله غتكون هي البدايه. ملي كتكون باغي تصيد شي همزه كبيره ما كتسناش الزهر يدق عليك، كتصنع الزهر بيديك. وابتسام في ديك الليله حطات قدام هدف واحد: طارق خاص يخرج من عالم الفي اي بي ويجي لعندها برجليه، ولهاد الغرض طرقات واحد الخطه جهنميه، خطه ما تخطرش على البال ابليس. ابتسام دارت جيت صاحبتها سناء وقالت لها بصوت منخفض: سناء عيط على السربي وطلب شي طبسيل واحد اخر ديال الماكله، هاد المره غنديرو بلان بلي الماكله خانسه وحامضه وغنوضوا الصداع. سناء خافت وخرجت عينيها وقالت لها: ويلي صاحبتي، اويلي ابتسام، واش تسطيتي؟ هذا ريستو هاي والناس اللي فيه واصلين، بغيتي تجريو علينا ولا يطربوا لينا البوليس؟ ابتسام شافت فيها ببروده وثقه عمياء وقالت لها: سكتي وخلي كلشي عليا، انا عارفه شنو كندير، غير تبعيني. هذا الراجل الا ما جاش بهاد الطريقه راه ما غاديش تسوق لينا، ديري داكشي اللي قلت لك
وجمع راسك معايا يلا زيري. وهذا الشيء اللي كان. السرباي جاب لهم طبسيل اخر ديال الماكله، ولحسن الحظ وبحال الى القدر كان كاتب لابتسام تنجح الخطه ديالها. في ديك الثواني ناض طارق من بلاصتو في الفي اي بي في الريستو، وكان غادي يدوز من الممر القريب من الطابله ديالهم. ابتسام ما ضيعتش اللحظه، حطات يدي على الطبسيل وبصوت عالي وناشف عيطات على السرباي: خويا اسمح لي الله يجازيك بخير، اجي هنا بليز. السرباي جاي كيجري، وفي ديك اللحظه طارق وقف غير على بعد خطوتين كيشوف اشنو واقع. ابتسام شافت في السرباي وقالت ليه بالمرا قاصحه وفيها الغوات: شنو هادشي كتقدموا الناس هنايا؟ هاد الماكله راه فيها الريح والحموضه وخانزه سيدي. واش هذا ريستو ديال 5 ديال النجوم ولا كتوكلوا عباد الله الماكله البايته؟ السرباي تلون وتوتر قدام الكليان وقال لها بخوف: لا الله يجازيك بخير، غير خفضي صوتك وسمحي لي، ولكن الماكله راه عاد وجدت دابا، راه ما يمكنش تكون حامضه. انا ابتسام زادت شعلات العافيه وقالت ليه: واش كتكذبني؟ كتقول عليا كذابه قدام الناس؟ عيط لي على المناجر هنا دغيا. طارق ما قدرش يشوف الصداع في المطعم ديالو ويبقى ساكت. تقدم بخطوات رزينه وقف على الطابله اللي فيها ابتسام وصاحبتها، وشاف ابتسام بكل ادب وقال لها بصوت حنين: انسه كنعتذر منك بزاف، شنو المشكل من فضلك؟ ابتسام تمثيليه متقونه شافت فيه وبدلات النبره الادب والصواب وقالت ليه: واسمح لي يا اسيدي، ولكن شكون تبع دابا باش تدخل بيناتنا؟ تبسم طارق وقال لها: انا طارق صاحب هذا المطعم. ابتسام دارت راسها تفاجأت وقالت ليه: اسمح لي يا سي طارق، ولكن هاد الماكله جاتني حامضه وفاتت فيها القياس، وملي طلبت من سيدي بدلها لي بالادب بدا كيكذبني وتيق راسو. طارق دار جيت السرباي وقال ليه بنبره صارمه: بدل السيده الماكله دابا في البلاصه وحيد هاد الطبسيل من قدامها. ودار عند ابتسام وتبسم وقال لها: ولا لا، الحساب ديال هاد الليله كله على حساب المطعم. اعتذر منه على هاد الازعاج. هنا فين كاين الذكاء ديال ابتسام، ما قبلتش الفابور باش ما تبانش طماعه، شافت فيه بثقه وقالت ليه: لا سي طارق الله يجازيك بخير، والله يكثر خيرك، شكرا بزاف، ولكن انا عندي رزقي وغادي نخلص عشايا وعشا صاحبتي. انا ديما كنجي لهذا الريستو وعمري لقيت فيه هاد المعامله، داكشي علاش ديرونجيت وكنعتذر لا رفعت صوتي. طارق عجبو الحال بزاف وبهراته وعزة النفس ديال ابتسام اللي كانت هي غير اصلا غير تمثيل، وقال لها: ما يكون غير خاطرك لالا، وخا هكاك الحساب على المحل. ابتسام اصرات وقالت ليه وهي كتضحك: لا سيدي، واخا انت مول المطعم والمطعم ديالك شيك وزوين وعجبني بزاف، غنخلص، الغلط كيوقع والمسامح كريم. ومدات ليه يديها وقالت ليه: نعرفك براسي، انا سميتي ابتسام، مدوبة مبيعات بشركة تأمينات. طارق شد يديها بحرارة وعينيه منبهرين بجمالها وقوامها الفتان، وقال لها: متشرفين لاله ابتسام، معك طارق رجل اعمال. طارق طاح في الفخ وبغى يزيد يهضر معاها، شاف فيها وقال لها بصوت خافت: انسه ابتسام، واش ممكن نتكلم معاك على انفراد شي دقائق الا كان ممكن؟ ابتسام شافت في سناء وقالت له بدلال: مرحبا سي طارق، ولكن راه معايا صاحبتي ما نقدرش نخليها بوحدها. طارق قال لها: ما غناخذش من وقتك بزاف، راه طابله قريبه حدانا، يعني لدقائق معدوده. مشات ابتسام مع طارق وجلسوا في المكان المعزول للفي اي بي. ابتسام كانت عارفه راسها جرات الحوته للشبكه، ولكن تعمدت تلعب لعبه الغموض وما تحرقش كاع الكواغط ديالها من الجلسه الاولى ديال التعارف. ملي جلسوا دوا طارق: الصراحه انسه ابتسام اول مره نشوف بنت بهذه القوه وبهذا الجمال وترفض عشا فابور في المطعم ديالي، صدمتيني الصراحه. ردات عليه ابتسام وقالت ليه: المظاهر خداعه السي طارق، انا عزيز عليا نخلص ثمن الحاجه اللي بغيت، حيت فاش غتخلص ثمنها كتكون انت مول القرار، ما كيبقاش شي حد يجاملك او يتحكم فيك. طارق رد عليها كذلك كلام كبير وفيه بزاف ديال الغموض، بحال الا كتقراي ما وراء السطور. فين كنتي هي خدامه؟ في شركه ديال التامينات. قالت لي ابتسام: تامينات على الحوادث، ولكن في الحياه ما كاينش تامين ضد الصدف الزوينه بحال هاد الصدفه اللي جمعتني بيك دابا. طارق رد عليها وقال لها: الصدفه خلاتني انسه ابتسام باغي نعرف شكون هي ابتسام الحقيقيه، شنو مخبيه وراء هاد الزين الكامل.
ابتسام ناضت ووقفت بكل خفة ودلال وقالت ليه: الحقيقة كطلب وقت السي طارق، وانا وصاحبتي سناء تعطلنا بزاف والوقت داز، والتشويق هو اللي كيعطي الحياة طعم. فرصة سعيدة السي طارق، راسطو ديالك غزالة بزاف، والمرة الجاية غنجي غير على قبل الماكلة الزوينة والمعاملة الراقية ديالك. شكرا. طارق تفاجأ وناض حتى هو: واش غتمشي بهاد السرعة؟ ما غتخليش ليا حتى رقم الهاتف فين نتواصلوا؟ ابتسام دارت عنده وعطاتو نظرة قتالة: الا كان القدر كاتب لينا نتلاقاو غنتلاقاو هنا عاوتاني في المطعم ديالك السي طارق، الله يعاونك. وكان اعتذر مرة اخرى على هادشي اللي وقع. طارق بقى واقف بلاصتو مسمر، عقلو طار ليه من ديك المشيه وديك الهضره الغامضه والزوينه. رجعت ابتسام عند سناء، غمزاتها وقالت لها: الشبكه تجمعات والحوته دابا غتبقى تخمم فيا الليل كامل، يلا نمشيو. وضحكات وجرات معها صاحبتها سناء وهي مجروره من قبل ابتسام كتقول لها: عاودي يا صاحبتي عاودي لي، تيقول لي غير شنو واقع. جاوبتها ابتسام: غير زيدي تنخرجوا برا ونعاود ليك. في اللعبة الصيد بعض المرات الطريقه الواعره باش تشد الحوته هي تخليها تحس باللي غتهرب ليها. الصمت والتقلاب كيديروا في العقل اكثر من اللي كدير الهضره. وهاد الليله عندنا جوج ديال الناس وجوج ديال القلوب طار ليهم النعاس، وكل واحد كيفكر في الثاني بطريقته. نكملوا قصتنا. غير خرجوا ابتسام وسناء من الريستو وركبوا في الطوموبيل. سناء ما بقاوش قادين يشدوها رجليها، راسها ضرب الفضول والتشويق. دارت عند ابتسام وقالت لها: وانا راه صاحبتي غتسطيني، هضري شنو وقع، شنو قال لك هاد الدخينه؟ ابتسام ضحكات بثقه، بدات كتعاود لها الحوار كله بالتفصيل، كيفاش هضرات معاه بغموض وكيفاش خلاتهم مبهور. سناء كانت كتسمع وعينيها غيخرجوا، ولكن غير وصلات ابتسام اللقطه باللي مشات وخلاته بلا ما تعطيه النمره، سناء طاحت لها الصدمه وناضت كتخاصم عليها: ويلي 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 على هبيله، واش انت بعقلك ولا طار ليك؟ الراجل كي داير ومصباح انت لاصقاني عليه، وباترون ومول سلسله ديال الريستورات ومقاد وزوين، وتخليه واقف وما تعطيش النمره؟ واش بغيتي تضيع عليها مزه ديال عمرك؟ هادشي علاش كنتي مصدعاني من الصباح. ابتسام ردت عليها ببروده وثقه: اتكالما يا سناء، هاد نوع الرجال راه شبعانين بنات، فين ما مشى البنات كيطراماو عليه وكيلصقوا فيه. الا عطيتو النمره من النهار الاول غنبان ليه بحال كاع دوك الرخاص اللي دازو في حياته. انا بغيتو يعرف بلي انا ماشي سهله، وبغيتو عقلو يبقى يدي ويجيب فيه الليل كامل. سناء: ولكن واش ما خفتيش نساك؟ كازا عامره بنات الزين، الا مشى حتى نسى وجهك منين غتجيبي عاوتاني؟ ابتسام وهي كتشوف في المرايه ديال الروتروفيزور الطوموبيل وقالت لها: الزين ديالي ما كيتنساش يا صاحبتي، وزيدون اللعبه يلاه بدات، والصبر زين وكيجيب معاه الحاجه الزينه. وفي نفس الوقت في الاتجاه الاخر واحد الفيله فخمه كنشوفو طارق جالس وكيدور في الصالون، النعاس طار من عينيه، كان حاط تليفونه قدامه وكيفكر. حاس بواحد ندم كبير حيت ما قدرش ياخذ نمرة ابتسام، وبواحد النوع من الصدمه. طارق عمر شي بنت رفضت تعطيه النمره، بل بالعكس كاع البنات اللي كيعرفهم هما اللي كيتمناو غير يكلموه ويهضروا معاه ولا ياخذوا نمرته باش يديروا معاه علاقه ويطمعوا في الفلوس والسيارات ديالو. هاد البنت جديده ابتسام دخلت ليه بحال شي لغز، هيبتها جمالها وعزة النفس ديالها، ولقيت اللي قالت لي انا برزقي ضربات لي الايغو ديالو وخلات تعقلو كرجل ستيني وعنده خبره مع العائلات مبرزط، وكيسول راسو شكون هادي وكيفاش غنعاود نشوفها. رجعت ابتسام للدار، لقات امها وجدات العشاء وحطاتو فوق الطبله. العشاء كان بسيط في دارهم، بعيد على الفخامه ديال الريستو والبايس اللي كتمشي ليهم. ابتسام جلست ولكن عقلها كان غايب تماما، كتفكر غير في الطريق والخطوه الجايه، حاطه يديها على حنكه وكتشوف في الفراغ وما بغاش تاكل كاع. الام ديالها بحكم غريزه الامومه لاحظت بلي بنتها متغيره وماشي هي هذيك، شاف فيها وقالت لها بحنان وفي نفس الوقت بحذر: مالك بنتي، شفتك اليوم متغيره ومغيبه وغير سرحانه، حاطه يدك على حنكك والماكله ما قستيهاش، واش كاين شي مشكل في الخدمه عاوتاني مع دوك البنات؟ ابتسام تنهدات وتبدلت الملامح ديالها وقالت لامها:
لا ماما ما كاين والو، غير الخدمة هاد الايام بزاف، وعييت شوية وجري مع الكليان راك عارفة. ما عنديش شايد العشاء وصافي. اصلا راني تعشيت مع صاحبتي سناء برا. ردت الام ديالها وقالت لها الله يرضي عليك يا بنتي والله يقويك، ردي البال راسك، الدنيا ما كتعطيش كلشي والتمر غدوز، المهم هو صحتك وراحتك. ابتسام ردات عليها وقالت لها امين ماما، ونخليك ماما انا غنمشي ننعس دابا باش نفيق بكري للخدمه، تصبحي على خير. وابتسام باست الام ديالها راسها ومشات تنعس. مشات ابتسام لبيتها، تلوات في فراشها، ولكن النعاس ما جاش في البلاصه، بقات حاضيه السقف وكتسمع ضربات قلبها، وعقلها كيرسم الخطه ديال غدا في الخدمه، حيت عارفه بلي هاد الصمت غيكون هو السلاح اللي غيجيب طارق حتى لعند برجليه. العقل د الراجل فاش كيتعلق بابتسامه كيبدا يدير المستحيل باش يلقى ليها الطريق. طارق ما بقاش جا الناس، الكبرياء ديالو تقاس، والزين ابتسام بقى مرسوم لي بين عينيه. هاد المره اللعبه تقلبات والباطون هو اللي بقى كيجري ورا الصيد. طارق ما بقاش قادر يصبر، طاحت عليه فكره ذكيه. رجع للمطعم ديالو في المعارف وجلس مع الجارو ديالو حسام في بيت المراقبه. بقاو كيرجعوا الكاميرات د السهره الفايته حتى وقفوا على اللقطه فاش كانت ابتسام جالسه وكتهضر. طارق وجه الهضره لحسام ولقى السربايه اللي خدامين تما، وقال لهم بصوت صارم ومؤكد سمعوني كاملين، هاد البنت هادي نهار ترجع لهنا عيطوا لينا في البلاصه وفي اي وقت، واخا نكون في اخر الدنيا. انا مهتم بهاد السيده وباغيها، ردوا بالكم لا تغفلوا عليها. داز اسبوعين كاملين، اسبوعين وابتسام غابره تماما ومخليه طارق كيطبخ في العافيه د الشوق. ملي حست بلي الوقت مناسب قررت ترجع لنفس الريستو في المعارف، ولكن هاد المره غيرت التاكتيك ديالها، جات بوحدها بلا صاحبتها سناء. حتى اللبس بدلاتو، ما لبساتش لبسه فاضحه ولاصقه عليها بزاف، بل اختارت لبس كلاس وراقي، لبسه محتشمه في نفس الوقت كتفتن وكتحير العقول. دخلت بكل ثقه وجلست في المطعم. يلاه بركات ويتقدم عندها واحد السربي بكل ادب وقال لها مرحبا لاله على سلامتك، شنو حب الخاطر. ابتسام بكل هدوء ولطافه طلبات عشاء خفيف بزاف. السربي خدا الطلب ديال ابتسام ودور وجهه وهو يرجع ليه العقل ديالو وتفكر، بقى كيشوف فيها مزيان ويتفكر الوصيه ديال الباترون. مشى كيجري عند الجيرو حسام وقال ليه بنبره مخلوعه وفرحانه السي حسام، السي حسام شوف معايا لهيه، واش ماشي هذه هي البنت اللي وصاني عليها السي طارق؟ شوف مزيان راه هي هذيك اللي باركه في ديك الطبله. حسام دار عينيه جيتها، شاف الزين انيق والملامح ويتبسم ويقول ليه ايه هي هادي، برافو عليك، خليك حاضر دابا وانا غنمشي نعيط للسي طارق في البلاصه. حسام شد التليفون وعيط لطارق. طارق غير سمع الخبار قلبو بدا كيضرب بقوه وتزادوا فيه دقات الشوق، وقال لحسام شوف تهلا فيها، جيب لي كاع داكشي اللي بغات وما تخليها تخلص حتى ريال، انا جاي عندك دابا طاير. في المطعم السربايه نزلوا على الطابله ديال ابتسام، جابوا ليها العشاء الخفيف اللي طلبات وزادوا حطوا قدامها مشروبات غاليه ومقبلات فاخره على حساب المحل. ابتسام شافت هاد الشيء وعاقت بلي كاين شي إنا، شافت في السرباي وقالت لي بابتسامه وتعجب اسمح لي يا سيدي ولكن انا ما طلبتش هاد الشيء كله، واقيلا غلطتي في الطبله. السرباي تبسم وقال لها بكل ادب لا 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 ما غلطناش، هاد الشيء كله راه على حساب المحل، انت اليوم الضيفه الخاصه ديال السي طارق الباترون ديالنا، هو اللي وصاني عليك براسو. ابتسام هنا تفاجأت ظاهريا، ولكن الداخل ديالها طارت بالفرحه وعرفات بلي الخطه غاديه ناضيه ومحبوكه كيف بغات. تبسمات وقالت ليه واخا سيدي شكرا بزاف، وسلم لي على السي طارق على هذا الكرم ديالو. ومن بعد مرور ما يقارب ربع ساعه تقريبا كان طارق وصل لعين المكان كيجري بلهفه. دخل الريستو، تعرض ليه الجيرو حسام وشي اللي بيديه جيت ابتسام. ابتسام شافت هذا المنظر كامل غير بجنب عينيها، ما بغات زعما تعيق والدور عنده باش ما تعيقش وتبان ثقيله. طارق تقدم ليها بخطوات سريعه
وقف على الطابلة ديالها والابتسامة سابقة كلامه. على سلامتك لاله ابتسام، هاد المرة جيتي وما خليتيش ليا فين نلقاك، ولكن المحل منور بيك اليوم. ابتسام دارت عنده وتدارت بالمفاجأة ولا باقة. او سي طارق، على سلامتك حتى انت، الصراحة ظلمتيني بالترحيب وهذا الكرم كله، شكرا بزاف. طارق جلس قدامه وعينيه مشدودة فيها. هادشي كله قليل في حقك، انا من ديك الليلة ونعاس طار من عيني. عيب عليك لاله ابتسام تمشي وتخليني واقف بلا نمرة التليفون، واش هادي معاملة؟ ابتسام ضحكات ديك الضحكة الخفيفة. اسمح لي يا سي طارق، انا غير ما بغيتش نكون ثقيلة عليك، عارفة بلي رجل الاعمال بحالك كيكون مشغول بزاف وما بغيتش نبرزدك. هنا طارق قاطع كلامها وقال لها تبرزيتك عسل على قلبي، وهاد المرة مستحيل نخليك تمشي بلا ما تعطيني نمرتك. بغيت نشوفك برا هاد المطعم، وبغيت نتعرف عليك اكثر في جلسة هادئة الا سمحتي لي بطبيعة الحال. ابتسام شافت فيه بنظرة فيها التقولية والذكاء، جبدت تليفونها وقالت لي واخا سيدي، ملي اصريتي مرحبا، ما رداش في وجهك على ود هاد الكرم وهاد المعاملة الراقية، ما نقدرش نرفض لك هاد الطلب. قيد عندك النمرة. وفعلا السي طارق قيد النمرة وهو فرحان وكيتأمل في الملامح ديال الوجه ديالها وفي الزين ديالها. وابتسام في ديك اللحظة كانت كتقول في خاطرها بنبرة انتصار، صافي الحوتة وحلات في الشبكة، ومن غدا غندير اللعبة ديال بصح.